السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في الوصفة تاع اليوم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله. نتمنى تشوفوا معايا هذا الفيديو نشارك معكم هذه الوصفة. وجبة غداء ولا عشاء سهلة وبسيطة، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معايا عندي فيها البطاطس ولا البطاطا، وعندي فيها صدر الدجاج. المهم هادو هما المكونات الاساسية تاع هذه الوصفة. غادي ناخذهم هنايا، نقطعوا البطاطا بالموس ولا هكا بهاد الحكاكه. كيخرجوا خصنا لي طرونش تاع البطاطا رقاق بزاف على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. غادي نحكهم كاملين ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نحضروها. المهم بلا نسلقوها بلا والو، يعني هكا ناخذوها ونقلعوا ديك القشره ديالها ونحكوها هكا بالحكاكه، ولا ما كانش موجوده هاد الحكاكه نقطعوهم نديروهم طرونشات صغار، نقطعوا بالموس حتى نحصلوا على هاد الطرونش تاع البطاطا رقيقه اللي غادي نحضروا بها واحد الكراطان كيجي زوين بزاف. كما كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. تقدروا ديروا قلب هذا الشيء ولا اكثر. انا درت كميه كثيره تاع البطاطا، يعني هادو كبار وغادي يعطيون واحد الكميه كثيره اللي غادي نحضروا بها هذا الكراطان. ومن بعد غادي ناخذ هذا صدر الدجاج وغادي نقطعوا كما كتشوفوا معايا، نقطعوا على مرصويات صغار تاع الدجاج على هذا الشكل. من بعد ما حكيت البطاطا على داك الطريقه كما وريت لكم، من بعد غادي ناخذ واحد الصني اللي غادي يدخل الفرن بالزجاج ولا بالحديد. المهم يكون يدخل الفران، حقاش ضروري من بعد ما غادي نوجدوا هاد المكونات غادي ندخلهم الفران. هي تقدر تكون وجبه عشاء ولا غداء لانها مشبعه ومزيانه وسهله وكتحضر في اقل وقت ممكن. هنا من بعد ما خديت هاد البطاطا كما كتشوفوا معايا قطعتها، ما فرشت هنايا هذاك البابي دو كويسون في الارض باش ما تلصقناش وما يضيعش حتى الصني. حطيتهم هنايا هكا، تقدروا تستفوهم. المهم انا حطيتهم هكا بطريقه عشوائيه. غادي ناخذ شويه د الملح وغادي ندير شويه باش ما تجيش البطه صامته الكميه، ونخلطوها هكا مزيان بيدينا باش كلشي ياخذ الحق ديالو تاع الملح. ومن بعد غادي نستفها هكا في الصني ونخليوها على جنب. وعادي نمروا من بعد باش نحضروا داك صدر الدجاج اللي قطعناه مرصويات صغار. عادي حتى هو غادي نشحروه شويه ونديروا التوابل اللازمه اللي غادي تكون معاه. البطاطا هنايا ما غادي نديروا لها حتى شي حاجه، درت لها سوى الملح واستفتها هنا في الصني وغادي نخليها، يعني ما يحتاجين نديروا لها حتى حاجه. كما كتشوفوا هنا كطيب في الساعه لحقاش مقطعه بزاف رقيقه. غادي نخليها ونمروا نشحروا داك الدجاج. كما كتشوفوا استفتها هنايا مزيان باش يجيو مقادين على هذا الشكل. تقدروا تاخذوا اي صني عندكم. من بعد غادي ناخذ هذه المقله وغادي ندير فيها شويه الزيت وندير لها صدر الدجاج اللي غادي يتشحر تما. وما غادي ندير لا بصله لا والو، على حقاش غادي ندير الثوم اللي كتعطيه نسمه زوينه. هنا درت الزيت وغادي نضيف داك صدر الدجاج اللي قطعته، ومن بعد غادي نضيف له التوابل. هنا غادي نضيفو كامل كما كتشوفوا قطعته هنا مرصويات. هو في الساعه كيطيب حتى هو، ما كياخذش وقت بزاف باش يطيب. وغادي نضيف له شويه د الملح وشويه حبه كحله، شويه الخرقوم، شويه سكنجبير، ونخليهم يتقلاو مزيان. ومن بعد غادي نضيفوهم فوق ديك البطاطا اللي استفناها في الصني اللي غادي يدخل الفران. غادي نستمر هكا حتى نزيد شويه النار باش في الساعه يتشحر. وهنا غادي ندير التوابل، هاد شويه الحبه كحله، شويه الخرقوم وسكينجبير. صافي هادو هما المكونات تاع التوابل اللي درت بهم، وشويه الثوم بلا ما ننسى الثوم.
ونخليهم يتشحروا فوق النار. ومن بعد ما يتقلاو مزيان غادي نديروهم مباشره فوق البطاطا اللي حضرناها مع بعض. درناها في الصني، شويه د الزر احمر، ونخلطوهم مزيان. يعني هذا كيعطي واحد المذاق زوين للبطاطا، لحقاش ما درنا فيها حتى شي حاجه، غادي يجيو منسجمين مع بعضهم بعض. لحقاش غادي نديروها فوقها. هنا درت سكينجبير صايي، غادي نخلط كما كتشوف معايا بدا يتشحروا. وهنا غادي نضيف الثوم، اللي مبغاش يدير الثوم يقدر يدير بصله يقطعها ولا يحكها، واحد كميه قليله. درت هاد المرشويات تاع الثوم وخليهم كيعطيهم واحد النسمه زوينه بزاف للدجاج. ومن بعد غادي نحركهم كاملين حتى نحصلوا على واحد تيطلق شويه داك الماء ديالو كلشي وداك لاصوص. عاد نحيدهم ونديرهم فوق البطاطا كما كتشوفوا هنايا. صاي غادي نحيدهم وغادي نديرهم هنا مباشره فوق هاد البطاطس اللي سبقنا درناها هنا في الصني. نخويها هكا بطريقه الفوق كاع في جميع كميه من الفوق، يعني كاع الجناب تاع الصني. ومن بعد غادي غادي نحضروا لاص بشاميل ولا شي صوص بيضاء غادي نديروها فوقها، ومع الفرماج محكوك. ومن بعد ندخلهم الفران. المهم ما كتطلبش وقت بزاف باش طيب. المهم الا كان فران سخون وكل شيء غادي ياخذ لكم 15 دقيقه، كاع الا كثر 20 دقيقه ونخرجوا. ها هي الوصفه ديالنا موجوده، يعني ما كتطلبش وقت بزاف باش تحضروها. هنايا غادي ندير المهم في هاد المقله غادي ندير فيها الحليب باش هكا داك الكغاتان ديالنا ما يجيش ناشف بزاف. وغادي نضيف لها كريم ليكيد، غادي نضيف لها واحد الكميه كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. ومن بعد غادي نحركوهم مزيان. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ولا 2.5 معالق كاع الا كثرت يعني تاع النشا. ومن بعد غادي ندير فرماج محكوك وشويه هنا درت شويه معلقه كما كتشوفوا هنايا. غادي نضيف واحد لقاش في ساعه كتجمع احسن بالدقيق، كتجي احسن بالدقيق في الحقيقه. النشا كتزيد لها واحد المذاق زوين وحسن، كتجمع بها في الساعه ديك لاصوص. صاي يعني نخليها هكا. في الاخر غادي نضيف لها فرماج محكوك ونضيفها فوق الكغاتان ديالنا وندخلوه الفران يطيب. المهم هو تقريبا مع شي باش البطاطا اللي كطيب يعني ما كطلبش وقت بزاف كما قلت لكم. صاي نخليوه هنا فوق النار. غادي نضيفو الفرماج محكوك هكا فوق الكغاتان، وغادي نضيف واحد الكميه فوق ديك لاصوص اللي حضرناها وندخلهم الفران مباشره. ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي نتاعنا مع الوصفه اللي شاركتها معكم. صاي ها هي من بعد ما حضرتها نخويها مباشره هنايا فوق في الصني، نوزعوها هكا وندخلها الفران. ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي نتاعها. كتجي زوينه ومذاق رائع جدا في الحقيقه، كيجي مغاير. نتمنى تجربوها وما كطلبش الوقت بزاف، يعني وقت واجد تكون موجوده، خصوصا ما كتبعد بزاف الوقت ولا في ساعه كتحط يطيب. على هكا غادي ندخلها للفران ونخرج ليه هنا شويه. ها هي من بعد ما طابت البنات، هذا هو الشكل النهائي. كتجي فوق هذيك الطبقه من فوق قرمشه تاع الدجاج والفرماج كلشي، وكتجي لتحت شويه رطبه مع البطاطا. كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه جدا. غادي نوريكم كي تجي من الداخل. كتجي هكذا، كتجي فيها واحد النكهه زوينه. المهم هذه هي الوصفه ديالنا البنات تاع اليوم، نتمنى تعجبكم وتجربوها. ولا عجبتكم ما تنساوش طبعا اللايك والاشتراك طبعا في القناه، وبارطاجي مع الاهل والاصدقاء الوصفه اللي عجبتكم. وجا الفيديو ديالنا النهايه ديالو. نقول لكم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. وشكرا على التعاليق ديالكم
الاهتمام، ونقول لكم إلى اللقاء وصفة أخرى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.